يا مساء الفخامة والجمال. لو انت من عشاق المانهوا والانمي وبتحب الحماس والإثارة فانت في المكان الصح. النهاردة جايب لكم ملخص قوي يخليك تعيش القصة كأنك بطلها. بس قبل ما نبدأ حابب أسألكم سؤال مهم، ايه اكتر انمي او منهوا خلتكم تقولوا واو ده تحفة فنية؟ اكتبوها في الكومنتات وخلونا نتكلم مع بعض. ويلا بينا نغوص في عالم المانهوا والانمي مع اقوى الملخصات. يلا نبدأ. بيستخدم المفتاح عشان يفتح البوابة، وهو عارف كويس ان الزنزانة دي هتكون صعبة زي جزيرة جينو بيبدأ يشك لو كان عنده القدرة على التعامل مع الخطر ده، لكن لما البوابة الضخمة بتظهر قدامه مفيش رجوع. جوه النيران بتاكل كل حاجة وجينو بصراحة مرعوب، بس مع حجر التنقل كخطة احتياطية لو الامور باظت. فجأة وحش عملاق بيظهر قدامه، لكن جينو خلاص قرر انه لازم يبقى اقوى، واقصى منه مش هيموت في الزنزانة دي. الوحش اسمه باللون الاحمر، يعني اقوى منه بكتير، لكن جينو عنده ميزة كويسة وهي كونه قاتل مستذئب. بسرعة بيستخدم مهارة الاندفاع علشان يقرب من الوحش ويبدأ يضرب فيه، بس الضرر اللي بيعمله ضعيف حتى مع تأثيرات المكافآت. جينو بيحاول يفعل مهارة النية القاتلة، لكن الدبياف بيتلغي. بيحاول يضرب الوحش باستخدام مهارة تاني باستخدام خنجره، لكن كل التأثيرات بتتلغي. الوحش بيكون وحش جدا وهو بيمسك جينو اللي بيصرخ من الألم. خسر دراعه وصحته بتنخفض بسرعة جنونية، والوحش بيكسره حرفيا. فقد أكتر من تلت حياته، لكن المصيبة بتكبر لما الوحش بيفعل مهارة الغضب لمدة 3 دقايق، وبتتضاعف قدراته 100%. الهجمات بقت أسرع من إنه يقدر يتفاداها، فما بقاش عنده حل غير إنه يستخدم مكافآت الاستعادة الكاملة علشان يرجع دراعه. بس حتى لما بدأ يسيب ضرر للوحش اكتشف إنه كان غلطان. الوحش لسه بيديله علقة موت. نقاط صحة جينو بتفضل تقل وهو بيتضرب تحت الوحش، بس بيقدر يشتري شوية وقت برمي التراب في وشه. النظام بيحذره باستمرار وكأنه بيصرخ فيه إنه ما يقدرش يموت هنا. جينو بيبدأ يفهم إن ده مش مجرد إعادة إيقاظ عادية، هو غرقان في المشكلة لحد رقبته، فبيقرر يستخدم حجر التنقل. لكن فجأة سيريوس بيظهر قدامه من العدم وبيضرب الحجر بعيد عنه. دلوقتي جينو في ورطة حقيقية، عنده كام ضربة بس قبل ما يخلص تماما، وعقله شغال بأقصى سرعة علشان يلاقي حل. ولما كان على وشك فقدان الأمل افتكر إنه عنده متجر في نظامه، بسرعة يشتري 3 جرعات علاجية، بس المشكلة إنها بتدي 100 نقطة صحة بس. في اللحظة دي جينو بياخد خطوة مجنونة وبيشرب السم علشان النظام يلقطه كمادة طاردة ويزيله، ونجحت الخطة. جسمه بيتماسك ودلوقتي الضرر الجسدي عليه أقل ب20%. سيريوس مش بيرحمه وبيضربه ضربة قاتلة، لكن جينو بيرفض الاستسلام، بيعلن إنه لسه بيقدر يتحرك. ولحسن حظه مهارة غضب الوحش بتنتهي والتأثيرات بتختفي. الضرر اللي سببه جينو في عين الوحش بيبدأ يأثر عليه. جينو بيستغل الفرصة وبيبدأ يهجم عليه بدون توقف، وأخيرا بيعمل ضرر حقيقي. الوحش بيعضه بس جينو بيقاوم وبينط في الهواء، لكن الوحش بيضربه ويخبطه في الأرض. صحته على وشك تنعدم وسيريوس بيضغطه بأسنانه، لكن جينو مش ناوي يستسلم. بيغرس سلاحه في الوحش بكل قوة حتى وهو بينقلب زي اللعبة في ايده. بيواصل الهجوم وبيحط كل طاقته في ضربة أخيرة، وفعلا الضربة دي هي اللي بتنهي المعركة. سيريوس بيقع والإشعار بيظهر. جينو هزم حارس بوابة الجحيم، مستواه بيعلى كذا مرة وجروحه بتتعافى بشكل سحري. قتل الحارس بيخليه يحصل على مفتاح قلعة الشيطان، وبيفهم ان سيريوس كان بيحميها. بس فجأة بيجيله اشعار غامض بوصفه اكسير الحياة اللي محتاج 3 مكونات من جوه القلعة. المعركة دي خلت جينو يفهم قوته الحقيقية، وبيستنتج انه لو دخل القلعة دلوقتي هيموت اكيد. فبيقرر انه مش جاهز لسه، لكنه بيوعد نفسه انه هيرجع قريب. بعد كده بيروح يشوف امه وبيبدأ يتساءل هل يقدر فعلا يعالج مرض النوم الابدي اللي عندها. هو مش معاه ايا من المكونات اللي محتاجها علشان يصنع اكسير الحياة، لكنه على الاقل عارف هو هيلاقيهم فين. بس دخول القلعة بمستواه الحالي معناها الموت المحقق، علشان كده لازم يرفع مستواه ويبقى اقوى من كده بكتير. علشان يساعد في ده جينو بيقرر ينضم لليو في غارات التصنيف سي اللي كان بيتكلم عنها قبل كده، بس عنده شرط واحد. وليو بيتصدم لما جينو بيقول له انهم لازم يعملوا الغارات لوحدهم بس من غير اي حد تاني. ليو بيبص له باندهاش وبيقول له انه بيهزر ولا ايه، لان بوابات التصنيف سي بتحتاج فريق من 8 اشخاص على الاقل علشان يقدروا يدخلوها. لكن جينو عنده خطة
اسمها STB ومعناها الجائع، وعلشان كده لازم يستأجروا صيادين كفاية علشان يوصلوا للعدد المطلوب. ليو مش مقتنع قوي لان ده هيكون خطر جدا، بس جينو بيقول له انه لو هما بس الاتنين قدروا يخلصوا 19 غارة ده هيكون انجاز جامد وهيبهر الكل خصوصا والده. ليو في الاخر بيوافق وبيقول له انه هيتكفل بكل حاجة. في مكان تاني شاهي بتتمرن بجدية، بتجري حوالين المكان وبتاخد لحظات تشرب فيها شوية مية علشان تعوض السوائل اللي فقدتها. هي مش بتهزر لانها عارفة ان في حد بيراقبها. بعد شوية واحد اسمه يون بيطلع من مخبأه وبيعرفها بنفسه. على الجانب التاني ابو ليو بيقول له ان الدنيا بقت فوضى من ساعة ما البوابات ظهرت من 10 سنين، وان البنية التحتية في العالم بقت معتمدة بشكل اساسي على الموارد اللي بتيجي من الزنزانات. الصيادين بس هم اللي يقدروا يحصلوا على الموارد الحيوية دي، وعلشان كده هم في غاية الأهمية. جمعية الصيادين بتراقب كل حاجة وبتشوف كل البوابات، لكنها مش المستفيد الأكبر. الجلدات الكبيرة هي اللي بتحقق الثروات من الزنزانات لأنها بتاخد أغلب الموارد المهمة. الجلدات دي غنية بطريقة جنونية، واحنا بنتكلم عن أقوى 5 جلدات في البلد، وهم جمعية الصيادين وجمعية النمر الأبيض وجمعية ريبير وجمعية الشهرة وجمعية KNC. عندهم سيطرة كاملة على كل الأرباح اللي بتيجي من الزنزانات. لكن أبو ليو مش مستعد يسكت على ده ومش ناوي يسيب الوضع ده يستمر، وهو عارف كويس انهم لازم يأسسوا الجلد الخاص بيهم علشان يحقق هدفه. في الوقت ده ليو بيفكر في المخاطر اللي ممكن تحصل لو اضطر يستعين بصيادين مجهولين علشان يساعد اخوه، لكنه يعرف ان المشكلة هتتحل لو ابوه اختاره كقائد للجلد بدل ما يجيب حد غريب. في نفس الوقت جينو بيتمرن في الحديقة ولاحظ ان اي تمارين اضافي بيعمله مش بيتم احتسابه كنقاط خبرة زي الاول. الصندوق الملعون اللي اتعرض عليه قبل كده مش متاح ليه دلوقتي، فبيطلع صندوق عادي على امل يلاقي حاجة مفيدة، لكنه بيلاقي مجرد كارت بينجو، مش الحاجة اللي كان متوقعها تماما. الوقت بيعدي وجينو بيكمل تدريبه، لكنه بيلاحظ ان النقاط اللي بيكتسبها بقت قليلة جدا وما بقتش بتساعده في تطوير نفسه زي الاول، لانه رفع مستواه كفاية. ليو لسه بيجهز نفسه علشان يقدروا يدخلوا زنزانات التصنيف سي، لكن جينو بيخطر له فكرة. لو قدر يرجع لمنظمة العقاب ممكن يواجه الدودة العملاقة اللي قتلها قبل كده، بس هو مش متأكد لو المعركة هتكون أصعب من المتوقع أو حتى لو كان هيكسب إيه نقاط الخبرة منها. وفجأة جينو بيستلم إشعار بمهمة تصنيف دي، لكن في حاجة غريبة، المهمة جاية من جمعية الصيادين، وده معناه إنه مش هيقدر ياخدها لوحده. واحد من الصيادين الكبار كان بيعلم شاب درس في القتال، والشاب قال له يا ليتني كنت حاربتك في عز شبابي. أيوة هو قال له كده، ما تستغربش. بس سونج بيرد عليه بصراحة وبيقول له إنه مش هيقدر يغير الحقيقة، وإنه دلوقتي ما عندوش غير دراع واحدة. بعد كده سونج بيستلم إشعار للانضمام لغارة، والشاب بيستغرب وبيقول له ليه ما اعتزلتش لحد دلوقتي؟ سونج عنده ذكريات مش كويسة وهو فاقد جزء مهم من جسمه، فالشاب بيعتذر له على إنه خلاه يحس بالحزن. سونج بيشرح له إنه أيام مجده راحت، لكنه لسه عايز يساهم في المجتمع في الوقت اللي فاضله. في مكان تاني في أب اسمه كيم قاعد بيتفرج على بنته وهي بتلعب، لكنه مرعوب من فكرة المشاركة في الغارات. فجأة بيستلم نفس الإشعار وبيعرف إن دوره الجاي. زوجته بتحاول تقنعه إنه يوقف لأنه بالكاد خرج من الغارة اللي فاتت على قيد الحياة. بتطلب منه يفكر في شغل تاني، لكنه بيقول لها إنهم محتاجين الفلوس لأن بنتهم داخلة المدرسة قريب. بيطمنها إن الموضوع هيكون آمن لأن جمعية الصيادين ما بتبعتش الصيادين أصحاب الرتبة الضعيفة في مهام خطيرة إلا المرة اللي حصل فيها العكس. فالعيلة كلها بتبدأ تعبر عن حبها لبعضهم قبل ما بيمشي. في مكان مختلف بيك غاضب لأنه مضطر يعمل مقابلة ملهاش لازمة، وبيتعصب أكتر لما تشوي بيحاول يجامل فيه، لكنه بيهدى شوية لما تشوي يشير إلى أنه الأنسب للوظيفة. في الحقيقة تشوي استدعاه علشان يعلمه إن شركة يوجين كونستراكشن ناوية تأسس الجلد الخاص بيها، لكن بيك كان عارف المعلومة دي أصلا، فبيطلب منه يوصله للحقيقة مباشرة. أما جوي فبتكون قاعدة في أوضتها لما أمها تقول لها مباشرة إنها لازم تستسلم عن حالتها لأن حلمها في كونها إنها تبقى صيادة ضاع دلوقتي، رغم إنه جوي من التصنيف بي، إلا إن والدتها مقتنعة إنها بس بتشكل عبء على الجميع. بتطلب منها ترجع للبيت، لكن جوي بتنفجر غاضبة وبتقول لها إنها لازم تتوقف عن محاولة التحكم في حياتها، وبتثبت كلامها إنها بتقفل المكالمة في وشها رغم إنها معترفة إنها مش الأفضل، لكنها لسه عايزة تتحسن. وفجأة بتستلم نفس الإشعار عن الغارة من التصنيف دي. في المقر شاهي بتمر جنب بي وبتقول لتشوي إن في مستكشف من شركة يوجين كونستراكشن حاول يجندها كماستر جيل، لكنها رفضت العرض. لكن دلوقتي عندها فضول تعرف ليه كلموا بيك برضه. بيك بعدين قاعد في باره بيفكر في المحادثة اللي حصلت، خصوصا إن جزيرة جوجو لسه
لسه مغلقة من وقت الغارة اللي فشلت، والناس بدأوا ينسوا الرعب اللي حصل فيها. شو بيعتبر نفسه سلاح البشرية، لكنه مستحيل ينسى اللي حصل هناك، وبيخطط لتنظيف الجزيرة قريبا، والتحقيق ده هو محتاج بيك والفريق كله يكونوا على نفس الصفحة. لازم يقووا نفسهم ويجمعوا حلفاء ويكسبوا الرأي العام لصالحهم. علشان كده رتب المقابلة وخلى شاهي تدرب الصيادين الجدد. شو بيذكر بيك بحاجة ضيعها في الجزيرة، وبيك فجأة بيتذكر فقدانه لأصدقائه هناك. في مكان مظلم في راجل قبيح بيتوسل لشخص ما علشان يخلص على ناس معينين، بينما في منزل جينا مصدومة بقد ايه هو مشغول اليومين دول. زمان كان بيحتاج أسابيع علشان يتعافى بعد كل غارة، فبتبدأ تتساءل هل تدريبه بدأ يجيب نتيجة ولا لا. فجأة جينو بيخرج لمهمة جديدة بدون ما ياخد أي معدات معاه، وجينا بتقلق عليه لأنه بيتصرف كأنها مجرد رحلة عادية للبحر. في مكان تاني سونج بيفكر في حالة وبيوصل لاستنتاج غريب. هو مبارز بالسيف، لكن قدرته المكتسبة ملهاش أي علاقة بالقوة الجسدية. كل السنين اللي قضاها في تدريب الفنون القتالية ملهاش أي قيمة دلوقتي. الوحوش السحرية اللي لسه جوه الدنجن بتخلي سيف سونج عديم الفائدة، لأنه قدرته بتركز على السحر مش على القوة الجسدية. فجأة بيتصدم بجينو وبيلاحظ قد إيه اتغير. جينو مش قادر يشرح له رجله رجعت سليمة تاني إزاي، فسونج بيفترض إن في معالج قوي رتب له علاج يوميها. بس سونج ما كانش محظوظ زيه، لان الوقت عدى واصابته بقت مستديمه. لما بيوصلوا البوابه بيتفاجئوا انها لمت شمل غير متوقع. كين بيحس بالخجل لانه شايفهم تاني، بس سونج شايف ان ده منطقي بعد اللي حصل. 5 ناجين من اليوم الكارثي ده يتجمعوا تاني، فسونج بيسأل عن المغزى من ده كله. جوي ما شافتش جينو من فتره، فبتلاحظ تغييره الواضح. فجأة مجموعه اشخاص مريبين بيظهروا وبيبداوا يبصوا على جوي بطريقه مش مريحه، لكن كي كان موجود وبيقفل عليهم الطريق وبيطلب منهم يهدوا. بيتضح انهم صيادين سجناء مجرمين، صيادين بيتم استخدامهم كبدلاء في الغارات مقابل تخفيف عقوباتهم. سونج مش قادر يصدق انه مضطر يقاتل جنب ناس زي دول، بس القائدة بتأكد لهم ان ما كانش في خيار غيرهم، لانهم كانوا ناقصين افراد علشان يضمنوا الامان. كونج صياد من الرتبة بي متكفل بمراقبتهم، لو حصل اي مشكلة يقدر يتعامل معاهم بسهولة. جينو بيحاول يمنع جوي من الانضمام، لكنها مش بتسمع كلامه. السجناء بيتحرروا، حتى هم نفسهم مش متأكدين اذا كان ده قرار ذكي ولا لا، لكن كونج بيصدهم وبيفكرهم بعواقب اي تمرد. كونج بيعرف نفسه للفريق وبيوعد انه هيتكفل بالمجرمين. جينو بيسمح لسونج انه يقود الغارة، وسونج بيقدره جدا لانه حاسس بالذنب عن اليوم اللي فشل فيه في حماية فريقه. بيمدح جينو بيقول انه السبب الوحيد في نجاتهم يومها، وبيشكره نيابة عن كل الناجيين. لكن جينو مش مهتم بالشكر، كين ما عندوش اعتراض ان سونج يكون القائد. لكن الغريب ان كونج قاعد يراقب جينو بطريقة غريبة. الغارة بتبدأ رسميا، واول ما بيدخلوا الدنجن السجناء بيقضوا على الجوبلين بسهولة بشكل وحش جدا، لدرجة ان سونج بيتساءل مين الوحوش الحقيقيين هنا. شو بيستعرض قوته، وبعد شوية بيقضوا على كل الجوبلينز، وسونج بيتصاب بالذهول من مدى تطور جينو. حتى جوي بتلاحظ ان جينو ما تعرضش لاي ضرر حتى الان، وبتتمنى محدش يحتاج مهاراتها العلاجية. لكن في وسط المعركة سونج مش قادر يصدق ان هالة جينو وصلت لمستوى مختلف تماما عن قبل كده. كونج بياخد زمام المبادرة وبيقودهم للامام، لكن فجأة بيلاقي تشعب في الطريق. لحد دلوقتي الدنجن اسهل مما توقعوا، فبيقرروا انه يسموا الفريقين علشان ينهوا المهمة اسرع. جينو بيقدر يحس ان زعيم الدنجن في الطريق الايسر، لكنه بيحتفظ بالمعلومة لنفسه لانه مش بيكسب خبرة كفاية من الجوبلينز، فبيقترح ان مجموعته تاخد الطريق الايسر. المجموعات بتنقسم، لكن كونج لسه بيراقب جينو بنظرة غريبة جدا. في الفريق التاني اعضاء مجموعة كيم جبناء جدا، وبيقرروا انهم لازم يعتذروا لجينو عن انهم تخلوا عنه في اول غارة ليهم. هم عارفين انه مش هيقبل اعتذارهم، لكن كيم مصمم يحاول علشان يفضل يكون صياد. في الطريق الاخر السجناء بيسحقوا مجموعة تانية من الجوبلينز بسهولة. كونج بيسألهم بطريقة مريبة جدا اذا كانوا يقدروا يقتلوا البشر بنفس الوحشية، لكنهم بيأكدوا ان مفيش فرق بينهم. الخلفية السوداوية لكونج، اتضح ان كونج عنده ماضي مظلم، وهو اكتشف ان 3 رجال اغتصبوا فتاة بريئة، والبنت المسكينة انتحرت بسبب الصدمة. المشكلة المجرمين دول هيتم الافراج عنهم خلال بضع سنين فقط، والأسوأ من كده انهم صيادين بيشاركوا في الغارات علشان يقللوا فترة سجنهم، وده ظلم كبير لان بنته عمرها ما هترجع تاني. الراجل جاب 3 مليون يوان وعرضهم على كونج علشان يخلص على ال3 مساجين دول. كونج اتجنن تماما وراح قال للمساجين انه هيقول للمفتشين لما يخرج انهم اتصفوا كلهم على ايد عصابة من 100 عفريت. كين بيكمل في طريقه، لكنه بيتفاجئ لما بيوصل لمسار كونج
وهناك بيلاقيه بيصفي المساجين. كونج بيقول للمساجين انه جاله امر يعذبهم، لكن كيم بيقاطعه. كونج بارد جدا وخلص على اخر سجين وقرر يغير خطته وهو رايح ناحية كيم. جينو كان قلقان ان كونج يكون فاكره من المستشفى، وكان بيتمنى انه ما يكونش فاكر حاجة. فجأة بيسمعوا صراخ وبيجروا على الصوت، وهناك بيلاقوا جثث المساجين. طلع كمان كانج اتصفى، وجينو بيتصدم لما بيلاقي كيم في حالة وحشية جدا. جو بتحاول تعالجه، بس سونج عارف ان ده مش شغل وحش سحري. السلاح المستخدم حاد جدا، واللي استخدمه كان متعمد يسيب كيم يعاني قبل ما يخلص عليه مرة واحدة. كيم فقد الامل في النجاة، بس جينو بيفكره انه عنده عيلة وبيصر عليه انه يفضل عايش، والا مش هيقدر يسامح نفسه. كيم في اخر لحظة بيعتذر لجينو، بعدها بيموت. وقتها كونج بيحاول يخلص على جوي، لكن جينو بيتدخل وبيمنعه. كونج بينبهر بسرعة جينو، وسونج بيدرك ان كونج هو المسؤول عن المذبحة دي كلها. سونج مصدوم لان كونج واحد من جماعة الصيادين، لكن كونج بكل برود بيشرح له خطته. بدل ما يقول ان العفاريت هم اللي هاجموا، هيقول ان المساجين هم اللي قتلوا باقي الصيادين وانه الناجي الوحيد. سونج بيمنع جينو من التدخل لانه فاكر ان مفيش فرصة له قدام كونج. بدل كده سونج هو اللي بياخد زمام الامور وبيواجه كونج، رغم انه عارف ان كونج رانك بي مستوى اعلى منه بكتير. جو بتدعم سونج بالقوة وبيحاول يستخدم سيفه علشان يهزم كونج، لكن كونج بيتفادى كل الضربات بسهولة وبيقول له انه موهوب فعلا. جينو بيحلل الموقف وبيلاحظ ان سونج بيقاوم كويس، لكن سرعته مش كفاية للفوز. كونج بيوجه له ضربة قوية جدا، لكن جو بسرعة بيتعالجه وده بيستفز كونج. كونج بيقرر يخلص على جو الاول، لكن سونج بيتدخل وبيوقفه. كونج استخف بالراجل العجوز، لكن سونج بيوري له انه درب صيادين من الرانكات العالية قبل كده. سيفه مش أقوى من كونج، لكن كونج بيذكره انه قوته لها حدود وانه مستحيل ساحر يهزم قاتل محترف. كونج بيقرب من انهاء سونج وجو خايفة تعالجه. كونج بيقرب انه يخلص عليه نهائيا، لكن فجأة سونج بيطلق نجران مفاجأة، بس كونج سريع جدا وبيتفاداها. كونج بيدرك ان سونج كان بيستخدم سيفه كخدعة علشان يخليه يقلل دفاعه ضد السحر، وفعلا سونج كان مستني اللحظة المناسبة علشان يوجه الضربة النارية، لكن للأسف كونج بيكتشف الخطة وسونج بيدفع الثمن بحياته. لكن فجأة جينو أخيرا بيتدخل علشان يحسم القتال. كونج بيبصله باندهاش وبيسأله انت مين؟ وجينو بكل برود بيقول له انا مجرد صياد من الرتبة ايه. كونج مش بيصدق لان جينو كان عنده سرعة رد فعل خارقة وقدر يوقف هجومه، فبيبدأ يشك ان جينو مخبي قوته الحقيقية. مع الاسقاط التاني الباقيين متوترين، وفجأة كونج بيفتكر جينو في المستشفى وكان قاري المانا بتاعته، وقتها كان قاري 10 بس. فكونج بيستنتج ان الاسقاط التاني حصل بعد كده، بس الحكاية مش داخلة دماغه لانه مش مفسر ازاي جينو نجا من الزنزانة المزدوجة، ومع ذلك كونج مش فارق معاه، هو جاهز يخلص عليه. جينو عايز يفهم، فسأل كونج ليه عمل كده، ورد عليه كونج انه كان بيحقق العدالة بتصفية المساجين، لكن جينو مش مهتم بيهم وهو مهتم يعرف ليه خلص على كيم وكانج. بيقول له انه كان يقدر يقتلهم بسهولة وسرعة، لكنه اختار يعذبهم ويلعب بيهم. يظهر فلاش باك لكونج وهو بيتكلم مع الاب، وبيكتشف انه كان بيتلقى عروض ضخمة من احد النقابات، لكنه فضل يشتغل بفلوس قليلة في جمعية الصيادين، والسبب لانه بيستمتع بقتل البشر اكتر من الوحوش. بتبدأ المعركة بين كونج وجينو، والمتفرجين مذهولين بسرعة القتال الجنونية. كونج بيلاحظ انهم متقاربين في البنية، لكنه واثق ان عنده خبرة اكتر من مواجهة الخصوم الاقوياء. باستخدام خبرته بياخد زمام المعركة، لكنه بيتفاجئ لما جينو بيطلب منه يقتل من نوايا القتل بتاعته، بس خلاص فات الأوان لأن نظام جينو استجاب زي المرة اللي فاتت وبلغوا إن في ناس بتخطط تهاجمه، وظهرت مهمة جديدة وهي القضاء على الخصوم. جينو بيغرق في طاقة ظلامية، وكونج بيحتار لأن كان فاكر إن المعركة في صالحه، لكن فجأة جينو بيهاجمه مباشرة. كونج مصدوم لما يكتشف إنه اتسمم. بيدخلوا في معركة عنيفة، لكن كونج لسه عنده ورقة رابحة وبيختفي تماما. بيشرح ان مهارة التخفي الخاصة بتاعته بتخليه غير مرئي للرؤية والصوت وحتى الريحة، وقليل جدا من الصيادين اللي عندهم المهارة دي ومحدش يعرف انه بيملكها. كونج بيقرر يوجه ضربة قوية لجينو، وبيقول للباقيين يستنوا دورهم لانه واثق ان جينو مش هيعمل اي حاجة مع رجل العصابة. لكن الصدمة ان جينو بيشفي نفسه فورا. كونج مش مصدق لان عمره ما سمع عن صياد مقاتل عنده سحر شفاء في نفس الوقت. جينو بقى شخص غامض وخطير جدا، بيقول انه فقد مشاعره تاني وبقى
فمش محتاج حد يغضب علشان يقتل واحد زي كونج. كونج بيدرك ان جينو قتل ناس قبل كده، وسونج مصدوم من المعلومة دي، وبيفهم ان جينو اضطر ياخد قرارات صعبة في وقت قليل جدا، وعلشان كده مظهره مش الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت فيه. كونج بيهاجم تاني، لكنه بيتفاجئ ان جينو بيتتبع مكانه عن طريق استشعار نوايا القتل بتاعته. كونج لسه عنده خطة أخيرة، لكن كل حاجة بتتوقف لما جينو بيفعل مهارة القتل الخاصة بيه. الظلام بيغمر كونج وهو مندهش لما سيف جينو بيخترق صدره. مع اقتراب موته بيقول لجينو انهم من نفس النوع، الاتنين آلات قتل، الفرق الوحيد ان جينو اقوى منه علشان كده هو اللي بيموت. لكن قبل ما يلتقط انفاسه الاخيره، كونج عايز يعرف الحقيقه، ازاي جينو عنده مهارات القتاليه وقدرات الشفاء وحتى تقنيات الاضعاف عمره ما سمع عنه. جينو مش بيجاوبه، لكنه بيسيبه بحقيقه صدمه، انه ببساطه شخص بيزداد قوته بعد كل معركه ياخدها. القتال شغال، وكونج شايف ان جينو مش هيبطل يقوي اكتر واكتر، لكنه بيديله تحذير، لو فضل يطارد القوه من غير حدود، القوه نفسها ممكن تسيطر عليه في الاخر. جينو بيخلص المهمه وبيحصل على المكافآت، لكنه بيلاحظ ان كل ما يبقى اقوى كل ما بيحس ان في حاجه جواه بتتحط. اصحابه بيشكروه على انه انقذهم، لكنه بيطلب منهم يخرجوا من الزنزانه فورا. بيتفاجئوا لانه ناوي يخلص الزنزانه لوحده، لكنهم في النهايه بيدركوا انه بقى اقوى كفايه علشان يعملها. بره الزنزانه وو مش مصدق لما بيعرف ان كونج كان بيقتل الناس سرا، وبيشوف الناجيين الوحيدين من المهمه اللي كان فيها كونج، وبينصدم لما بيلاقي ان جينو واحد منهم، وبيعتذر عن اللي حصل، لكنه الاهم عايز يعرف مين اللي خلص على كونج. جينو بيدرك انه مش هيقدر يخبي سره اكتر، وده معناه انه لازم يلغي اتفاقه مع ليو. لكن قبل ما يتكلم، سونج بيقرر يكذب ويدعي انه هو اللي قتل كونج، وهو بيشك في الكلام لان سونج مجرد صياد تصنيفه سي. لكن سونج بيبرر انه انتصر بمساعدة معالج، وهو مش مقتنع تماما لان كونج كان صياد تصنيفه بي عالي، لكنه بيقرر يصدق القصة. جينو بيحذر نفسه انه ما ينفعش يبقى مغرور، لانه ادرك دلوقتي انه هو صياد تصنيفه ايه وقوته خرافية، وجينو في حالته الحالية مستحيل يكسبه في معركة. سونج بيحس ان جينو عنده سبب وجيه يخليه يخبي سيرته، فبيقول له انه بيعتبرها مجرد طريقه لسداد دينه عن اللي حصل في الزنزانه المزدوجه. بعدها جينو بياخد جوي في نزهه وهما بيتكلموا عن التغييرات اللي حصلت له. جوي مش زيه، هي ما اتغيرتش خالص، وبتدرك انها ضعيفه جدا علشان تكون صياده، رغم انها كانت ممكن تشارك في غارات التصنيف ايه، الا انها كانت بتختار الغارات الاضعف. لكنها مش زعلانه لان ده هو اللي خلاها تقابل جينو وتبدا في علاجه. الراجل كان دايما بيتصاب، لكن عمرها ما نسيت النظره اللي كانت في عيونه، نظرة العزيمة والإصرار. جو بترجع الكريستالة اللي كانت دهلها، وبتقول له إنها قررت تعتزل وترجع تعيش مع أهلها، لكنهم بيتفقوا إنهم هيتقابلوا في المستقبل وبيقضوا وقت مع بعض. في نفس الوقت وهو كان شاكك جدا في جينو، هو مش مقتنع ان واحد تصنيفه ايه يقدر يخلص على صياد تصنيفه بي زي كونج. لكن بما ان جينو تم اختياره قبل كده وتأكد انه محصلوش اعادة استيقاظ، فقرر يسيبه في حاله. بس قبل ما يمشي وبيديله تحذير. اخو كونج دونجو سمع ان جينو وليو هما الناجيين الوحيد بعد موت اخوه، وغالبا هيجي وراهم، ودي مصيبة لان دونجو صياد تصنيفه اس، والصيادين من التصنيف ده اما بيصنعوا المعجزات او الكوارث. الراجل ده دلوقتي مستهدف جينو، والقانون مش يقدر يعمل اي حاجة ضده، وبينصحه انه ياخد عيلته ويهرب بره البلد. لكن جينو بيشوف الموضوع بشكل تاني، بمجرد فرصة جديدة انه يبقى اقوى، لانه لو ما قواش نفسه مش هيقدر ينجو. جينو بيروح يقابل ليو، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف الفريق اللي ليو جمعه. ليو بيشرح ان الفريق مكون من ناس عندهم مهارات تأهلهم ليكونوا صيادين، لكنهم مش قادرين يشتغلوا بسبب ظروف مختلفة، وكلهم محتاجين فلوس. جينو بياخد باله انه من ضمنهم طالبة في مدرسة ثانوي، فبيندهش اكتر، لكن البنت بترد عليه بثقة انها صيادة متعددة زيها زي الباقيين. بس بتحس شوية بالاحباط لما جينو بيكتشف انها صيادة من الرتبة ايه. جينو بيبلغ الفريق الجديد انهم مش هيشاركوا في القتال، هيقفوا بره هو وليو اللي هيقوموا بكل الشغل. رغم كده كل واحد منهم هياخد 3 مليون يوان، بس بشرط انهم ما يتكلموش عن المهمة مع اي حد، والا هيدفعوا 10 اضعاف المبلغ اللي هياخدوه. جينو حصل على رون التخفي لما قتل كونج، واستخدمه علشان يطور مهارات التخفي. ليو جاهز للمهمة، لكن جينو بيتصدم لما بيشوفه لابس دروع غالية، فبيوبخه انه كده عامل زي الصرصار اللي بيلفت الانظار، وبيجبره يتخلى عن الدرع، لكنه بيسمح له يحتفظ بالخوذة على الاقل، وبعدها بيخشوا البوابة. الصيادين التانيين فاكرين انهم مجانين علشان يواجهوا زنزانة تصنيف سي لوحدهم، لكن ما بيهمهمش لان العقد
العقد خلاص تم توقيعه. في الوقت ده اخت جينو بتسأل عن صديقتها سونجي، وبيطلع انها الطالبة الثانوية اللي انضمت لفريق الضربات بتاعه. بعد ساعتين بقى الصيادين بيتوقعوا ان جينو وليو استسلموا وهربوا، لكنهم بيتصدموا لما البوابة بتقفل فجأة، وده معناه انهم خلصوا الزنزانة بالكامل. الصيادين مش مصدقين، لكن جينو مش مهتم وبيقول لهم يجهزوا نفسهم علشان المهمة الجاية، لان هدفه انه يخلص 3 غارات في نفس اليوم. في الغارة التانية جينو بيمسح الارض بعفاريت الزنزانة، بينما ليو بيركز على التنقيب. بعد شوية بينجو في الغارة التانية، وجينو بيستمر في التطور. الايام بتمر وهم مستمرين في اقتحام الزنزانات لوحدهم، والمواجهات بتزيد صعوبة، لكن ليو ملاحظ ان جينو بيزداد قوة بطريقة مجنونة. مهارته في التخفي بتتطور، وقدرته على الاندفاع بتتحسن، وكمان بيحصل على مهارات جديدة قوية جدا، وبيجربها على ذئب علشان يشوف تأثيرها. المشكلة الوحيدة ان المانا بتاعته لسه مش كفاية علشان يستخدم كل المهارات لفترة طويلة، فبيقرر يركز على قدراته العقلية في الفترة اللي جاية. رغم كده مش ناوي يرجع لقلعة الشياطين دلوقتي، لأنه يعتبر نفسه حاليا بين تصنيف بي و A. فجأة النظام بيبلغه إنه وصل للمستوى المطلوب علشان يبدأ مهمة تغيير الوظيفة. في مكان تاني زعيم نقابة تانية اسمه أن بيسمع عن فريق الضربات الجديدة اللي بيصرف ضعف سعر السوق عن زنزانات التصنيف C. قائد الفريق هو وريث غني اسمه ليو، لكن الفريق نفسه يبدو عشوائي جدا، علشان بياخد باله من اسم جينو بيفتكر حاسة الزنزانة المزدوجة، وبيحس ان في حاجة مثيرة بتحصل هنا. في نفس الوقت جينو وليو بيخرجوا من بوابة جديدة متصدرين، لكن جينو بيلاحظ ان سونجي شكلها متضايقة، فبيسألها لكنها بتقوله ان مفيش حاجة. في الجهة التانية مساعد أن بيتفاجئ لما أن بيبدأ يتكلم عن احتمال ان جينو يكون حصل على إعادة استيقاظ. الراجل نجا من 3 كوارث كبيرة، وكل مرة كانت الجثث بتكتر، لكنه دايما كان بيخرج حي. إعادة الاستيقاظ هي التفسير الوحيد. أن بيقرر يروح يشوفه بنفسه. أن بيوصل عند بوابة جينو، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ان الفريق عامل زي ما يكون في رحلة. سونجي بتوضح له ان المنظمة محظورة، وبتقول له انها صيادة وبتعرف انها جزء من فريق الضربات. أن بيتصدم لما بيعرف ان جينو ساب الفريق كله وقرر يخش الزنزانة لوحده. أن بيبدأ يعتقد ان جينو ممكن يكون اهم اكتشاف في حياته، لكنه بشكل غريب بيقرر يمشي من غير ما يعمل اي حركة. جينو بيرفع سعر البوابات وبيستعد لمهمة تغيير الوظيفة. بعد يوم طويل من الغارات جينو بيقول لليو انه مش هيقدر ينضم لاي غارة بكرة لانه عنده مشاغل، فبيقرروا يأجلوا الهجمات لبعدين. في الوقت ده بنشوف مشهد غريب جدا. تشوي دايما بيصحى من كابوس وبيبص على أوراق مهمة، وبيكتشف ان الوقت قرب علشان تبدأ مهمة الاستطلاع في جزيرة جوجو، عرض من نقابة النمور البيضاء. جينو بيخلص يومه، لكن فجأة واحد اسمه أن بيعرف نفسه على انه مدير نقابة النمور البيضاء، واحدة من اقوى النقابات في البلاد. أن مش بيضيع وقته، بيقدم لجينو عرض بانه يدفع له ضعف اللي بياخده من شركة يوجين للإنشاء، وكل ده علشان بس ينضم للنقابة بتاعته. أن متأكد ان جينو مجرد تصنيف ايه ومش هيقدر يرفض العرض، لكنه بيتصدم لما جينو بيسأله على قيمة مقر نقابة النمور البيضاء. أن بيرد بثقة ان المقر بيساوي 50 مليار وون، لكن صدمته بتزيد لما جينو بيكتشف ان شركة الانشاءات بتبني له مبنى بقيمة 30 مليار. ولما بيطلب أن الدليل، جينو بيوري له عقد البناء، لكن أن بيحاول يراوغ وبيقول له إن مش مؤهل يقدم له المبنى بقيمة 50 مليار يوان أصلا. جينو بيزهق وبيمشي، لكنه بيبقى فضولي وعاوز يعرف إزاي أن عرف عنه كل ده. قبل ما بيمشي جينو بيرعب أن تماما وبيختفي فجأة. أن بيحس بجرح في جسمه وبيفهم إن جينو استخدم مهارة التخفي للهجوم عليه، وده بيأكد له إن جينو فعلا حصل على إعادة استيقاظ. جينو بيهدده إنه لو أي كلمة عنه انتشرت أن واحد رجاله هيكونوا المشتبه بيهم الأوائل في الموضوع. أن بيوعده إنه هيحافظ على السر، فجينو بيظهر له مرة تانية البوابات الجديدة في الفترة اللي جاية. جينو بيستمر في احتكار البوابات، وده بيعمل مشكلة للنقابات الكبيرة اللي محتاجة بوابات علشان تدرب المجندين الجدد. جينو بيوافق يبيع لهم 3 بوابات، لكن بيحدد سعر كل بوابة 300 يوان. أن بيحاول يفاوضه علشان يخفض السعر ل 200، والمفاجأة إن جينو بيوافق. بعد ما بيتم الاتفاق جينو بيفاجئ أن بحركة غريبة، بيطلب منه يقفل عينه ويفتح بقه، وبعدها بيديله جرعة علاجية للجرح على وشه. جينو بيأكد لأن إنه واثق فيه، لكنه بيفكروا إنه لو فتح بقه عن أي حاجة هيكون دي مشكلة كبيرة. ده كان كل اللي عندي ليكم النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.